أم تقدم على قتل ولدها بثلاث رصاصات. خبر هز محافظة كركوك، لم تثبت صحته حتى لحظة إعداد التقرير. هنا في هذا المنزل الواقع في منطقة بنجعلي أردي الشاب هيوا قتيلا في حادثة يشوبها الغموض والتباين في أقوال الشهود. وصلت المستشفى شفته منتهي بطب العدلي يعني صراحة. فكل شيء ما عرفنا الموضوع لحد الآن، ناس بطب العدلي وناس بالمركزي. لحد الآن الإجراءات دائمة، ويعني إجا أدلة جنائية وأخذ الإجراءات القانونية. هيوا الذي يعمل في جهاز مكافحة الإرهاب التابع لإقليم كردستان كان واقفا أمام منزله حيث تلقى 3 عيارات نارية تسببت بوفاته على الفور، فيما وصفه أقرباء له بالعمل الإرهابي المقصود. بالمكافحة الإرهاب السليمانية، وخابرونا قالوا ابن عم أمه يصير ابن عمي، يعني بنت عمي، وممكن ضعيف إرهاب، يعني إرهاب. أنا إيش أشوف. يعني أنت تقول إنه هي عملية إرهابية؟ نعم إرهابية. أكو ناس قتلته يعني؟ أي نعم. وين قتل، داخل البيت خارج البيت؟ لا، خارج البيت بالشارع هناك. كم طلقة انضرب؟ يقولون 3. وما بين شائعة أنه قتل على يد أمه التي انتشرت كالنار في الهشيم، والتأويلات الأخرى، ينتظر عمل أجهزة التحقيق في حسم هذه الجريمة